من الحاجات الجميلة اللي أنا اكتشفتها مؤخرًا عندي في المكنسة الكهربا، حتة فرشة كده صغيرة كده بس بصراحة لهلوبة، لهلوبة، عملت بيها الشيش بتاع البلكونة رهيب، رهيب، مسيرة أصور لكم فيديو عنها وأنا باعمل الشيش، بس أنا كنت عملتها وهو شيش دلوقتي نضيف يعني، يعني لو هاعمل بيها فيديو مش هيبان قد لما يكون الشيش متطرب. فأنا بقى إيه عملت فيها إيه فوق الدولاب، فوق الدولاب خليته فلة فلة فلة. انا ما اقدرش اقول لكم ان انا كنت متشعلقه ازاي، انا كنت متشعلقه كده واللي هو خايفه ف بصراحه انبهرت بيها جدا جدا، واللي هو بقى ايه طول النهار ايه انا في اي حاجه معايا وحلوه جدا للتراب، اللي على السريحه حلوه جدا للتراب مثلا اللي بيبقى في الدولاب اللي هو الجرار ده، اللي هي الزوانيق، حلو جدا جدا جدا. حلوه في الشبابيك، حلوه في كل حاجه. هي بصوا صغيره كده، بصوا هي كده هنا واضحه. وحتى هتلاقوها هي جديدة، يعني دي كانت تاني استخدام ليها بعد لما عملت بيها الشيش. فبجد لو عندك القطعة دي انت عندك كنز، كنز اوعي تفوتيه. فعملت كده بقى فوق الدولاب والحاجات كده، انا عندي فوق الدولاب فاضي والحمد لله. بصوا انا كنت بوريها لكم، بصوا بقى بتشفط كده واي بقى ايه، آم، اللي هو العنكبوت والحاجات ديت بتجمعها كده. فانا بقى بعد لما بخلص شفط خالص بقوم شداها وقلباها ومدخله الفتحه بتاعه المكنسه عكسي، يعني في الشعر بتاعها، وتقوم هي بقى سحبه كل ده. يعني حاجه بسم الله ما شاء الله يعني. فطبعا انا هنا عملت على قد بقى ما طولت، لان انا ما كنتش طايله قوي، كنت خايفه ان انا اقع وكده. بس لحد كبير، لحد كبير قوي قوي قوي. فوق الدولاب بقى فله فله. طبعا من الحاجات الغلط اللي انا عملتها ان انا ما فرستش جرايد وقت الجواز وكده، اتساب على ما هو عليه. برضو اهو، برضو هعمل فوق اللي هي الكنبه دي. جبتها تقريبا انتوا ما شفتوهاش معايا في مشتريات قبل كده، بس انا جبتها ولسه ما ركبتهاش يعني من ساعه لما جبتها وهي فوق الدولاب. جبتها طبعا قبل الجواز، فان شاء الله كده ام سيري في يوم من الايام ان انا اعملها. طبعا انت لو مالكه اكتر فوق الدولاب عندك هتعملي احلى من ما انا بعمل بكتير. انا كل ده بعمل وخايفه اقع، لان انا كنت واقفه على الكرسي وحاطه على الكرسي مخدات، فاللي هو بقى ايه صباح